السلام عليكم يا أبطال الثانوية العامة. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هنكمل شرح ال parts of speech اللي كنا بدأنا شرحها المرة اللي فاتت. كنا شرحنا المرة اللي فاتت الناون والبروناون والفيرب والادجكتيف. ان شاء الله النهاردة هنشرح الادفيرب وهنكمل شرح ال parts of speech وهنخلصها النهاردة ان شاء الله. ويلا بينا نبدأ بأول حاجة. اول حاجة معانا النهاردة وهي الادفيرب اللي هي الظروف او الاحوال، الظرف او الحال. اوكي. الحال هو ايه؟ الحال ده هو كلمة تصف الفعل او تأتي قبل الصفة او بعد الفعل الاساسي. يعني ايه؟ هناخد امثلة علشان نوضح الكلام ده. اول حاجة احنا قلنا هو كلمة تصف الفعل. عندنا اول example بيقول he runs quickly. يعني ايه he runs quickly؟ هو يجري بسرعة. طيب كانت تنفع he runs quick يعني هو يجري سريع؟ لا، احنا لازم نصف الفعل. احنا مش بنصف الشخص دلوقتي، احنا بنصف الفعل. تبقى he runs quickly يعني هو يجري بسرعة. كده احنا وصفنا الفعل، الفعل بيتعمل بسرعة. طيب الاكزامبل اللي بعد كده بيقول she is extremely intelligent. هنا عندنا intelligent دي صفة جه قبلها ظرف، يعني هو ذكي جدا يعني. تمام، دي ظرف ودي صفة، يبقى الظرف بيسبق الصفة. تمام. وعندنا اس دي فعل اساسي او auxiliary verb. تمام، جه بعدها الظرف. احنا هنا قلنا برضو وتأتي قبل الصفة او بعد الفعل الاساسي، يبقى هنا جت قبل الصفة وبعد الفعل الاساسي. تمام. اللي بعدها بتقول الحال او الظرف غالبا مشتق من الصفة عن طريق اضافة ly او ly. طبعا احنا عارفينها دي. الظرف بنحط ly ما عدا بعض الظروف الشاذة، يعني اللي هي مثلا جود بيبقى الظرف منها will. يعني هي كم حاجة، 3 أو 4 حاجات شاذة دي اللي بنحفظهم، والباقي الصفة بنحط لها ly او ly. طيب بعد كده بيقول لاحظ ان الصفة المنتهية ب y مثل كلمة friendly تتحول عن طريق manner او in a manner way in a manner او in a way. اوكي. هنا in a friendly way او in a friendly manner. ماشي. يعني ايه؟ يعني مثلا عندنا صفة زي friendly دي او kindly او الحاجات دي كلها، هي الصفة دي اصلا اخرها ly، مش هينفع نحط لها ly تانيين، فبنحطها بين in a وبعد كده الصفة اللي هي ly way او in a الصفة ly manner. تمام، زي ما قلنا هنا in a friendly way او in a friendly manner. تمام. هناك بيقول هنا هناك بعض الكلمات تعامل كظرف. ماشي. عندنا وصفة كظرف وصفة. hard دي مش الظرف مش منها hardly، لأ. hard دي ظرف وصفة. كذلك fast ظرف وصفة. early ظرف وصفة. low ظرف وصفة. high ظرف وصفة. late ظرف وصفة. يعني late لو جينا قلنا lately دي حاجة تانية، مش صفة. لا، lately دي معناها حديثا او مؤخرا، ملهاش علاقة بمتأخر او في وقت متأخر. هي الظرف والصفة خالص، دي حاجة ودي حاجة. فدول نحفظهم كده زي ما هما. ينفع نستخدمهم ظرف وصفة. لو لقيت hardly ما اختارهاش. hardly يعني بالكاد او نادرا يعني. تمام. fastly لا. early كده كده اصلا هي اخرها ly تعامل كمعاملة ظرف وصفة. تمام. فدول نحفظهم هما والظروف الشاذة. كده خلصنا الادفيرب. تمام، اللي هي الظروف. دلوقتي هناخد الارتكلز اللي هي الادوات، ادوات النكرة والمعرفة. ماشي. ادوات النكرة والمعرفة. ادوات المعرفة اللي هي ذا. طيب ادوات النكرة اللي هي او ان. او ان دي عبارة عن ايه؟ دي اداة نكرة بنستخدمها قبل الاسم المفرد المعدود. ماشي. معناها ايه؟ معناها one، يعني حاجة واحدة. المفرد بنستخدم قبله او ان. وبتبقى لازم يبقى معدود. ماشي. ومعناها one. بيقول هنا تستخدم او ان اللي هي بتساوي one بمعنى واحد، وتأتي قبل الاسم المفرد النكرة المعدود. ماشي. تستخدم امتى بقى؟
قبل الاسم المفرد المبدوء بحرف ساكن كتابة ونطقا. يعني ايه؟ اللي هو الاسم اللي بادئ ب consonant اللي هو حرف ساكن ده بنستخدم قبله ايه. طيب اللي بادئ بفاول اللي هو حرف متحرك بنستخدم قبله ان. طيب يعني ايه بقى كتابة ونطقا؟ كتابة اللي هو البي دوت حرف كتابة ونطقا حرف ساكن، وجيرل وومن والحاجات دي كلها. طيب يونيفرسيتي دي حد هيقول اليو ده حرف متحرك، هقول دي اسمها يو منطوقة كاملة بتتعامل كأنها يعني حرف ساكن. عندنا يونيفرسيتي، يونيفورم، الحاجات دي كلها بتتعامل كأنها حرف ساكن، فاحنا برضو نعرفهم هما كام كلمة يعني مش كلهم. فدي برضو بنستخدم قبلها a، يبقى نقول a university او a uniform مش an. تمام. اللي بعد كده an بنستخدمها قبل الاسم المفرد الذي بعده حرف متحرك اللي هي ال e وال a وال i وال o وال u. تمام. بس برضو يبقى كتابة ونطقا هو حرف متحرك. an orange، an egg، an insect، an hour. حد يقول ايه ده ال h دي حرف ساكن؟ هقولك لا، هي اصلا دي مش منطوقة، اصلا ال h دي هنا مش منطوقة. تمام. an umbrella، هنا اليو بقى مش منطوقة كاملة فبنختارها كأنها حرف متحرك. an honest man، honest ال h برضو هنا مش منطوقة. تمام. عندنا برضو بيقول تستخدم قبل الاسم المفرد وليه جمع، اسم مفرد وليه جمع. تمام. هنا اسم مفرد وليه جمع. ماشي. وزي برضو ممكن تستخدم قبل اسم لا يعد برضو عادي، سواء اسم لا يعد او اسم مفرد او اسم جمع، زي بتستخدم مع كل حاجة. تمام. بس لازم الحاجة دي تبقى معرفة مش نكرة. تمام. كده اخدنا الادفيرب والارتكلز. هناخد دلوقتي prepositions اللي هي حروف الجر. ماشي. عندنا دلوقتي prepositions دي يعني ايه؟ يعني حروف الجر. حروف الجر دي في منها حروف جر مستقلة اللي هي بتيجي لوحدها عادي ولها معنى ومش لازم يجي بعدها كلمة معينة يعني. تمام. في حروف جر زمان، حروف جر مكان، حروف جر الوسيلة. في حروف جر غير مستقلة، حروف متصلة بكلمة معينة سواء كانت اسم او حال او صفة او ضمير. هنشوف ده من خلال الاكزامبلز دلوقتي. عندنا هنا بعض حروف الجر زي about، about اللي هي عن، above اللي هو فوق، on على، by بواسطة، for لأجل، in في، out خارج، outside في الخارج، to إلى، with مع، without بدون، under تحت. تمام. هنشرح دلوقتي بقى يعني ايه حروف جر مستقل. عندنا مثلا حرف جر زي outside دوت اللي هو في الخارج. في الخارج ده مش لازم يجي بعديه كلمة معينة، يبقى ده اسمه حرف جر مستقل. طيب عندنا زي about. يعني ايه about؟ يعني عن. مش ينفع نقول about كده وخلاص، لا، عن ايه؟ عن حاجة، عن الاخبار، عن المذاكرة، عن حاجة معينة. طيب on على ايه بقى؟ مش ينفع نقول على كده ونسكت، لا، على حاجة on table، on television، on اي حاجة. طيب بواسطة باي ايه؟ ينفع نقول باي ونسكت؟ لا، نقول باي كار، باي باص كده. تمام. وكذلك ان وفور واوت وويز وكل الحاجات دي، لكن وزاوت ينفع تيجي لوحدها بدون عادي. اما في حاجات معينة لازم نيجي بعدها نقول على، حتى نفهمها بالعربي كده، عن ايه، على ايه، فوق ايه، وكذلك يعني بقية الحاجات بنشوفها من حيث المعنى. دلوقتي هناخد الكونجنكشنز اللي هي الروابط. الروابط دي بتنقسم لانواع اكتر من نوع، يعني انواع كتير. عندنا روابط الاضافة اللي هو الاديشن، عندنا رابط السبب، عندنا روابط النتيجة، روابط التضاد، روابط الغرض، روابط زمنية. يعني ايه روابط الاضافة؟ يعني بتضيف حاجتين على بعض، يعني and احمد and علي، يعني احمد وعلي كده جبنا شخصين. in addition، moreover، furthermore، as well as. بالمناسبة as well as دي بيجي بعدها فعل يتبع الفاعل الاول. عندنا رابط السبب cause
since اللي هي بتساوي as because of بيجي بعدها الفيرب او الفيرب ing او noun due to owning to. تمام. عندنا رابط النتيجة so that's why therefore consequently as a result. عندنا رابط التضاد بقى اللي هي الكونتراست اللي هي although nevertheless despite in spite of but. نركز ان هو في حاجة عندنا اسمها despite وعندنا in spite of. رابط الغرض اللي هي purpose to so as to in order to in order that so that. عندنا روابط زمنية بقى اللي هي بتتبع قاعدة الزمن يعني التوافق الزمني بين الطرفين الرابط. هي بتربط جملتين ببعض ولازم مثلا لو جملة ماضي الجملة التانية تبقى ماضي، مضارع كذلك كده، او مضارع مستقبل. روابط زمنية زي after as soon as before while until. كل دول لازم يتبعوا اللي هو التوافق الزمني بين الجمل. ماشي كده خلصنا ال parts of speech. اخدنا النون pronoun الverb adverb adjective. اخدنا preposition conjunction واخدنا articles. تمام. كده ان شاء الله خلصنا ال parts of speech. عندنا دلوقتي بقى اللي هو الاكسرسايز، بس دي ان شاء الله هنحلها في فيديو منفصل او هنزل لكم الاجابات بتاعتها PDF. هحلها وانزلها لكم PDF يعني ان شاء الله، وانتوا تراجعوا اجاباتكم منها ولازم تحلوها عشان دي برضو اكسرسايز مهمة. واتمنى لكم كل التوفيق واستنونا الفيديو الجاي من الكورس التأسيسي، ومع السلامة.